هادو خوتي واحد السيد اللي كان حارس ديال العماره، راجل كبير اسميتو المهطي، ما بقاش يقدر يطلع البوطه، ما بقاش يقدر يجيب السخره. راكم عارفين حارس ديال العماره خصو يطلع البوطه، خصو يجيب السخره، خاص لا جاو الطوموبيلات ديال العماره يغسلهم. ومن هاد الشيء راكم عارفين، جيب لنا الخضره، جيب الكومير، جيب الفرماج، جيب الحليب. الراجل عيا، ما بقى قادر يدير حتى شي حاجه. وطبعا من ورا ديك الحراسه ديرته هو واحد الدويره ومشى ليها هو ومرته. ولكن قبل ما يمشي جاب واحد ولد اختو اللي تبارك الله ما شاء الله هاكا يدير الدري زين وقامه وهامه. وجابوا من الباديه، يعني الدري تبارك الله مالي حوايجو زين، يعني عود. جابوه يخدم في بلاصتو. طبعا قبل ما يخرج من الدار داك المعطي، جاب ولد اختو ابراهيم، ساراه العماره كامله، دق عليهم قال لي ما داره ولد اختي وراه غيخدم في بلاصتي، هو اللي غيدير معكم الكونطرا دا باش يبقى خدام. طبعا خدم معاهم تما كاملين. اللي خاصو شي حاجه غير كيصوني عليه كيطير، اللي خاصو بوطه يعني السيد خفيف وباقي تبارك الله صحيح مقلضم في عمره 28 عام. المهم الخدامه اللي خدامه عند المحاميه، خدامه عند واحد المحاميه سميتها زينب. عندها خدامه اللي الصراحه خدامه اللي تيعاود هو قال لك عليها، قال لك خدامه زوينه بزاف، قال لك قرطاسه. قال لك المهم تطلع عليا مره الماكله ديك الخدامه، تطلع عليا الفطور، تجيب لي الفطور لتحت، كتعطيني الماكله. المهم قال لك واحد النهار ما حسيتش براسي حتى دخلت لعندي، سديت الباب ديال البيت وبديت فيها وشفتها ما رفدتش، وقدا معاها يعني دار معها علاقه. وديك العلاقه كانت يعني هو كيتسحاب ليه السيده بنت. قال لي واش ما عندكش مشكل؟ قالت لي ما عنديش مشكل، انا راني مطلقه 4 سنين دابا. قال له واش عندك شي ولاد؟ قالت لي لا ما عنديش ولاد. المهم راني فين ما حسيت براسي محتاجه لك راني غادي نجي عندك. قال لي ماشي مشكل، انا غير راجل ما عندي ما نخسر. فعلا داكشي اللي كان، بقات كتجي عنده ديك الخدامه وقت ما ولات تهز الماكله، تهز الحوايج، تهز الفلوس، كتجيب لي. يعني هو كيستغل. وانا راه كنقولها وكنعاود نقولها، اللي كيطلع لحم على ظهر العيالات راه ماشي راجل. وحتى اللي ضحك على شي وحده على الاقل يسرها ويتزوج بها، ماشي يضحك عليها ويدير فيها راسو ناصح ويمشي. هذا تصنتو، راه ماشي دخل غير على، ماشي ضحك غير على الخدامه. هذا راه كلا الخضر واليابس، وكيتصحاب العقاب ديال الله سبحانه وتعالى. ما غيتشدش في الدنيا، راه غيتشد في الدنيا وغيتشد حتى في الاخره. المهم ما بقاش المشكله هنا. اشنو اللي دار هذا السيد؟ قالت لي طلع البوطه عند زينب هي المحاميه اللي الجمال فيها لا يطاق، عندها واحد الجمال خطير، زوينه بزاف، ومزوجه محامي اللي كبير عليه في السن. وداك المحامي كانت هي يعني كانت غير ستاجير عنده، وتربط فيها وتزوج بها. ملي طلع المحاميه قالت لي دخل فلان، دخل ابراهيم، دخل حط البوطه، بقات كتطلع فيه وتهبط. المحاميه عجبها السيده محرومه من راجل ما كيديرش معاها ولا شوف شنو. المهم انتم غتعرفوا كلشي في القصه، وهاد القصص انا تنحكي راه ماشي انا قصه كما تتحط ليا، راني كنحكيها باش بنادم يرد البال. المهم هاد السيد قالك بقات كتطلع فيا المحاميه وتهبط. قالك انا ما عمرني تزهطمت على شي حد وقلت لهم اجيو عندي، ولكن قالك ما كنتش كنرفض. ملي كانت شي وحده كتبغيني ما كنتش كنرفضها. قالك الغلط اللي درت هما مجرمات وباغيين يغلطوا، وانا زدت غلطت معاهم. انا كملت في الغلط، يعني ماشي تسوخرت اللور، لا بالعكس، زدت وبغيت نزيد لقدام. المهم قالك داكشي اللي كان فعلا. قالك واحد النهار وهي تعيط عليا المحاميه زينب، قالت لي داك النهار، قالت لي عطلتي ديال الحد، يلا معايا بغيت نتقدى شي حاجه، راه الحاج ما كاينش. قالك ركبت معها في الطوموبيل، قالك نركب اللور، قالت لي لا اجي ركب حدايا. قالك مشينا انا وياها، دخلنا لواحد المحل ديال الملابس، شرات الحوايج لولادها، خرجنا قالك من داك المحل مشات دخلت محل ديال الملابس ديال العيالات. قال لي كيقولوا داك المتجر ديفاكتو. قالك دخلت تما، قالك تدخل تقيس وتخرج توري ليا. كي جاتني هادي
جات معايا هادي واش نبدلها كي جات هادي. المهم قال لك اللي لبستها كتخرج توريها ليا، اي حاجه لبستها كتخرج توريها ليا. قال لك حتى سالات داكشي كله شويه قال لك ولات كتخرج لابسه ليا بيجامات ديال الناس وداكشي. قال لك الاغراء بطيطاي. قلت نقول لها قال لك ملي تنحضر عيني قلت تقول لي راني جبتك باش تشوفني اشنو لابسه، ماشي جبتك باش تبقى تشوف. راه زوينين لا زوين، ما تبقاش تقول لي لا قول لي زينب ولا قول لي زنوبتي. قول لي زنوبتي واخا لا راني قلت لك اشنو تقول لي واخا لا. قالك المهم كملت الحوايج، لبست الحوايج، جمعت داكشي اللي شرات. قالك مشينا عاوتاني دخلنا للمتجر اخر اللي فيه ملابس خاصه بالرجال. قالت لي شوف راه راجلي تقريبا تيلبس قدك قدو، هاك هاد 4 السراول وهاد 4 القوامج وهاد الجاكيطات وهادي وهادي. عافاك بغيتك تقيس، بغي ندير راجلي مفاجاه. قال قيس داكشي قالك تقريبا ما عرفتش شي 30 بياسه اللي شرات ولا. قالت لي راه جاوك زوينين. قالك المهم فاش وصلنا لتما قالت لي شوف هادشي دخلو بالزربال عندك البيت. قالت لي قالت لي دخلو من بعد غنقول لك اش غدير. قالك دخلتو. قالك من بعد هي تصون عليا في التليفون هذوك الحوايج راه عجبوني فوقك، ومن لحد ملي نكون خارجه انا وياك غتبقى تلبس ليا كل مره لبيسه. واك عباد الله. المهم قالك واحد النهار ديال الحد قالت لي يلاه تمشي تقداي معايا. قالك خرجت انا وياها. قالك غادي توصلنا لواحد الفيلا كاينه في جنب البحر ديال راجلها. قالت لي هبط. قالت لي علاش غنهبطوا؟ قالت لي هبط وغتعرف ليش. قالك فعلا هبط. قالت لي دخل دوش. قالك دخلت فعلا دوشت غسلت حالتي. قالت لي هز واحد البيجامه كاينه تما زرقاء. قالك لبستها. قالت لي حل الثلاجه حط الماكله. قالك حطيت الماكله. قالك غير تنشوف. قالك شويه دخلت الحمام. قالك غسلات عامت. قالك خرجت من داك الحمام قرطاسه قرطاسه قرطاسه. قالك لابسه واحد اللبس ما يمكنش تقاوميه. قالك شدتني من يدي ودخلتني لبيت الناس. قالت لي يلاه. قالك ما قدرتش نقاومها. قالك فعلا خرجت معها الطريق درت داكشي اللي كيدير الراجل مع مرتو. قالك واخا هكاك ضميري كيأنبني. قالك صافي ولفت كل حد كنمشي انا وياه. كل حد كنمشي انا وياه. كنضربوا 3 السوايع 4 السوايع وتنخرجوا من العماره قدامها غادي نتقداو تنجيو. قالك مره نجيبو معنا الحوت، مره نجيبو اللحم، مره نجيبو الخضره. المهم كل مره شنو كنجيبو قدام الجيران. قال لي السيده صافي ولات كتغير عليا. الا اللي صابتني هضره مع الخدامه كتبغي تسطى. ما كنت غير عينيك غير خارجين عينيك بحال كمالك او حتى ما كتقنع ما كتشبع عينيك غير خارجين. قالك الصراحه كنبغي الخدامه وباغي نتزوج بالخدامه. اول انسان عرفت تما، اول انسان درت معاه قالك ولات الخدامه ومولات الدار بجوج مضاربين عليا. هذيك الخدامه كل وقت كتجي عندي لبيتي ومولات الدار خصني كل حد نكون معاها. قالك كاين تما واحد الاستاذ جامعي مزوج بواحد الصحراويه. قالك واحد العوده غطات على فاطمه وغطات على زينب المحاميه. قالك خطيره خديجه. قلت لك من فاطمه الخدامه خديجه والمحاميه زينب. قالك هذه غطات عليهم ناري. قالك واحد الفورمه كي دايره سميتها فاطمه. قالك خايده استاذ جامعي وداك الاستاذ الجامعي قالك فاني واحد الحشيشي كمي سكيرين تيجي. قالك يوميا كنطلعو ونحطو ليها ميت. قالك واحد النهار حتى هي جات لعندي. قالك البلاصه فين خدام. قالت لي ما كاين ما نخزن عليك ابراهيم، راه الجسم ديالك راه سطاني، راه نعطي عمري واخا ندوز معاك غير ساعه. قلت لها عوض بلا مشطراجي سير لاله عطيني باتساع. سير لاله عطيني باتساع. قالك وهي دفعني دخلتني للبيت وهي تسد. قالك الباب سدات الباب وهي قالك كنت لابسه واحد الجلابه بالسلسله من هاليها. قالك درت لها الرط. قالت لي دابا غير تنسى حوايجك ولا غتزيد ولا غندير صبعي في ودني نقول ليه مدخلني ودار لي. قالك قضيت معها الغرض. قالك السيده وهي تماطا. قالك واحد البسطام حدا تما. قالك درت لي الراد. قالك طلعت لي منه 1000 درهم. قالت لي هاك الكبيده ديالي اللي خاصتك ديالك. قالك انا واحد حسيت براسي طحت في عماره كامله مجوجين وكلهم عيالاتهم باغين. العيالات كاملات باغات راجل كلهم ناقصهم حنان ناقصينهم رجاله. الرجال ردوا البال لعيالاتكم وعطيوهم داكشي اللي باغين منكم. راه ملي كتخلي الفراغ مرتك لما كانتش كتخاف الله كتقلب على شي حد اللي يقضي ليها الغرض. ولكن العيالات بغيت غير نعرف واحد الحاجه، ملي انت اختي راجلك كيكون ما مشبعكش ولا ما مقنعكش علاش اختي ما تطلقيش منه وتمشي تدرعي بصح؟
علاش كتبغيو الراجل وتبغيو الفيلات وتبغيو الطوموبيلات وتبغيو الرجال لاباس عليهم وتبغيو فلوس الرجال وتبغيو ديروا الصاحب؟ تقاو الله في هادشي اللي كديروا، تقاو الله في هادشي اللي كديروا. المهم قالك بقيت على ديك الحال، قالك ماشي غير زينب ولا فاطمه ولا خديجه الخدامه، قالك بان كلشي، قالك كاينين 10 ديال العيالات في ديك العماره كاملين، قالك اقسم بالله انا ما كنعيط على شي وحده، هما اللي كيجيو عندي، واش هما كانوا مولفين مع خالي داك الشيء واش الله اعلم. قالك المهم كلهم كيجيو كيعطيوني الفلوس اللي كديني برا العماره واللي كتجي عندي للبيت، قالك كاملين، قالك دايرين عليا النوبه وكاني في راسهم داك الشيء، قالك كلهم كيجيو عندي، قالك خديتهم كلهم تزوجت بهم بحال رجالتهم كاملين، يوميا راه عندي وحده ويوميا راني خارج مع وحده، الفلوس الحوايج اللي تكسيني اللي تصبطني، ها الفرماج ها الحلوى ها هادي، قالك غرقوني، قالك الماكله كتهبط ليا من الديور كاملين، الفطور يهبط ليا من الديور كاملين، قالك شحال، قالك انا ماشي انا اللي تنطلبهم، هما اللي كيجيو وهما اللي كيبغيوني ونعست معاهم كاملين وما خليت ما درت معاهم كاملين. الله يعمر ربي يسمح ليا، قالك ربي انتقم مني في الدنيا حيت خان دوك الرجال اللي عطاوني قوتهم، خان دوك الرجال اللي لحم خيرهم، لحم خيري من كتافهم، كلت طعامهم ونعست في فراشهم، ربي انتقم مني اشد انتقام، اشد انتقام. وانا اختي زهره كنحكي لك هاد القصه وانا دابا في السبيطار ديال السرطان، انا دابا كنحكي لك اختي زهره هاد القصه وانا في السبيطار ديال السرطان، بعيد علينا وعليكم، عطاني ربي السرطان الحجر ديالي، يعني القلم ديالي كيتساس بحال كبيتي عليا الماء طيب، دبت من لتحت بحال درتي عليا الماء القاطع، دبت واحد التكرفيصه ما يمكنش. انا ربي انتقم مني بداكشي اللي درت في دوك الرجال ناس اللي مع عيالاتهم، وعيالاتهم اشنو وقع عليهم الله اعلم. المهم انا ربي انتقم مني، وكنرسل هذه الرساله لاي واحد كيخون تينعس مع مرا ديال راجل، خويا راه العاقبه راه ما غتكونش لك سالمه، خويا راه العاقبه غادي تاخذ حقك، غتاخذ العذاب في الدنيا عاد غتشوف الاخره. انا راه 10 ديال العيالات مزوجات كاملين، والحاضشه هي الخادمه اللي كنت تقيت الله وتزوجت عا بديك البنت، كون عايش بخير، ولكن انا ما كنتش كنرفضهم، اللي قالت لي اجي كنصل حوايجي وكندخل لعندها، وراه ربي كينتقم مني اشد انتقام. وانا هادشي كله اللي قلتو لكم وتشاركتو معكم اخوتي المتتبعين ديال زهره البجعديه، راني ما بغيتش هادشي، راني انا من المتتبعين ديال قناتها وكتعجبني قناتها، وشكرا خويا، بغيت ربي يشافيك. وانت ماشي غنقول لك ما غلطتيش، غلطتي غلط كبير اللي تعديتي على حق راجل حر. راه قال لك الراجل ملي كتخون، ملي كتمشي مع مرا مزوجه، راه عندك 4 ديال الخيانات، كتخون الله سبحانه وتعالى اللي عطاك داك الجسد وبغاك تستعمله غير في الحلال، ولكن استعملتيه في الحرام، وكتخون داك الراجل اللي هو خوك في الاسلام، تعديتي على حق اللي هو ماشي من حقك، من حقه هو. واخا ديك المراه تكون بغات تخون قول لها لا، وخنتي ديك المراه قال لي المراه كتكون غير ضعيفه، خنتيها لانك انت ما قلتيش ليها عايه، كان بالاحرى عليك تعطيها 2 ديال التصرفيقات حتى تفيق من القلب، قول لها زيدي في حالك نوضي ما عندي ما ندير بك لاله الله يعاونك. وخنتي الاسلام ما قالش لينا خونو، والاسلام ما قالش لينا تعداو على حقوق غيركم. الاسلام قال لك الا ما قدرتيش تزوج فصوم وغضوا من الابصار ديالكم. ولكن للاسف بنادم ما كيديرش هادشي اللي وصلنا عليه الله سبحانه وتعالى. شنو كنديروا؟ كنتبعوا الشهوات ديالنا، فالشهوه ديال